ولتسليط الضوء على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف مباشرة عضو فريق الدفاع عن المتهمين المحامي الدكتور يوسف الحربش. أهلا بك. حياكم الله. التمييز قررت إحالة القضية إلى دائرة أخرى، ماذا يعني ذلك من الناحية القانونية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا القضية احنا حضرنا يعني قبل ما يقارب شهر وشوية، وترافعنا كفريق دفاع يعني أكثر من زميل في الجلسة، وسمعت المحكمة يعني مرافعتنا، ثم أصدرت قرارها في ذلك الوقت بحجز الدعوة للحكم بعد أسبوع. انتظرنا الحكم بعد أسبوع، فكان هناك قرار آخر بمد أجل الحكم يعني مدة أخرى اللي هي لتاريخ اليوم 20/1، فيعتبر يعني مد الأجل مدة شهر تقريبا. اليوم صدر قرار يتضمن الحقيقة جزئين مرتبطين ببعض، وهو إعادة المرافعة وإحالة إلى دائرة أخرى. السؤال ماذا يعني ذلك؟ هو الحقيقة وفق قانون المرافعات ويعني قانون الإجراءات. عفوا هنا للمقاطعة، هذا يعني فتح باب المرافعة من جديد؟ طبعا هو لما الدائرة القضائية تحجز أي دعوة للحكم ما تصدر قرارات بمعنى قرارات، تصدر حكم يفترض، فبالتالي حتى تصدر قرار هي تعيدها ثم تصدر قرار، فيعتبر اليوم أعادتها، يعني قرار يتضمن إعادة وإحالة إلى دائرة أخرى. والقرار كان في شق واضح بتمكين فريق الدفاع والمتهمين من إبداء دفاعهم والمرافعة أمام الدائرة الأخرى. الجزء المهم في قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجزائية واضحة المسألة. احيانا هو عندنا جزئين، في ما يسمى عدم صلاحيه القضاة لنظر بعض الدعاوى لاسباب قانونيه، اذا في علاقه قرابه وغيره او خصومات، اسباب ذكرت في الماده 102 مرافعات. والماده 104 تتكلم عن حالات جوازيه، يعني عدم صلاحيه للدائره القضائيه لنظر الدعوى، هذه تسمى حالات جوازيه. في نص الحقيقه يعني في الماده يعني 105 شويه واسع، يشير الى انه يعني يجوز للقاضي إذا استشعر الحرج من نظر الدعوة لأي سبب أن يعرض أمر تنحي على رئيس المحكمة للنظر في إقراره على التنحي. يعني قد تستطيع المحكمة أن تتنحى عن نظر الدعوة إذا كان في حرج لدى رئيس الدائرة وأحد أعضاء الدائرة. أنا حقيقة ما اطلعت على تفصيل، يعني شفت القرار لكن القرار ما كان فيه تفصيل. يبدو لدي بأن هناك مانع، هذا واضح بالنسبة لي. بس يعني أنا يعني هل المانع استجد لاحقا؟ أنا لم أفهم المسألة لأن القرار كان حقيقة مختصر. لكن أيا يكن الأمر، القرار الآن صدر، والقرار يتضمن إحالة إلى دائرة أخرى. هو طبعا الأصل بأن تحال إلى رئيس المحكمة، ورئيس المحكمة يحدد دائرة أخرى.